واش عارف باللي كاينه نبته كتزرعها مره واحده وكتبقى تحصد منها العلف ديالك مرات على مرات لسنوات عديده، كتاكل منها الغنم، الماعز، البقر وحتى الارانب. ولكن الا غلطتي غير في عمق الزراعه او الوقت ديال الحشان فممكن تضيع عليك الزراعه كامله. هاد النبته هي البونيكام، واليوم غادي تتعرف عليها وعلى طريقه الزرع ديالها وحتى الجني. البونيكام هو واحد العشب علفي معمر، يعني ماشي ضروري تعاود تزرعه كل عام. منين كيتزرع وكيشد في الارض مزيان فكتقدر تحصدو مرات ومرات وتخليه يعاود ينمو وتعاود تحصدو. كيتميز البونيكام بواحد النمو سريع وكثرة الاوراق، وتقدر توصل البونيكام حتى الارتفاع ديال 2 متر إلا تخلات بدون حصاد. ولكن القيمة الغذائية ديالو ما كتبقاش ثابتة، كل ما خليتي النبات يكبر ويقصح كتزاد الكمية وكتقدر تنقص الجودة وسهولة ديال الهضم. الفلاح المغربي اليوم عنده 3 ديال المشاكل كبار: المناقص، الأعلاف غالية، والمراعي الطبيعية مبقاتش كتضمن الماكلة على طول العام. فلهذا البونيكام يقدر يكون حل من الحلول اللي يقدر يلتجئ لهم الفلاح، حيت كيعطي إنتاج مهم وكيعاود ينمو كل مرة. كدير الحشان ديالك كيعاود ينمو باستمرار لمدة سنوات، فلهذا كنسميوه نبات معمر، وهو كيتحمل الجفاف كذلك ونسبة الملوحة في الماء، عكس بعض الزراعات العلفية الأخرى. الميزة الثانية هو أنه نبات معمر، فعوض تحرث وتزرع كل موسم فكتأسس نتايا واحد الزراعة مزيانة من الأول، وكتستافد من الحشان مرات عديدة تقريبا كل شهر أو 40 يوم. البونيكام كيتستعمل كأساس للحيوانات المشترة بحال البقر، الغنم، الماعز أو الجمال، وممكن تعطيه أيضا الأرانب. يقدر يتقدم بطريقة خضر أو لا يابس بحال الشكل ديال التبن أو الفصة يابسة، وتقدر تدخله في بعض الخلطات ديال لونسيلاج على حسب طريقة التدبير ديالك للعلف. بطبيعة الحال البونيكام خصك تدخله بطريقة تدريجية في الغذاء وما يكونش هو الوجبة الوحيدة، من أجل ضمان تغذية متكاملة ومتوازنة للقطيع ديالك. دابا نهضروا على الزراعة ديال البونيكام. أول حاجة البونيكام كيبغي الشمس، الدفء والتربة كتصرف الماء مزيان، يعني ما كيتحبسش الماء فيها بعد السقي. البونيكام كيبغيش الأراضي تبقى غارقة بالماء، لأن هذا الركود ديال الماء يقدر يضر الجذور. فبطبيعة الحال قبل الزراعة ضروري الحرث ديال الأرض، كنفتشوا الكتل الكبيرة، كنقادوا تسوية ديال السطح، وكنحيدوا أيضا الأعشاب الضارة والأعشاب المنافسة. بالنسبة للبذور ديال البونيكام فهي صغيرة بزاف، وهذا الشيء علاش ما خصهاش تدفن بعمق كبير، خاص غير تغطية خفيفة، حيث إلا درتي لها غرقتيها بزاف فما غاديش تخرج. بالنسبة للوقت ديال الزراعة، المناطق الدافئة أحسن وقت هو ملي كتولي التربة دافية وما كاينش الخطر ديال البرد كبير بزاف. في المغرب الربيع يقدر يكون وقت مناسب في بزاف ديال المناطق، ولكن الموعد غادي يختلف مثلا ما بين مكناس، الغرب، سوس، دكالة أو المناطق الصحراوية. فالبونيكام محب للحرارة والنمو ديالو كيضعف مع البرد، وبعض الأصناف كتحملش الصقيع بزاف. وبالنسبة للزراعة ممكن دير زراعة مباشرة بالبذور، أو لا توجد النقلة ديالك بحال في بيبينيير، ومن بعد تحول هاد النقلة هادي وتغرس الشتلات. بالنسبة للتسميد فالبونيكام كيستافد بزاف من الأزوت مثلا، ولكن ما خاصش الفلاح يدير السماد بطريقة عشوائية. فالأفضل أنه يدير الإنسان تحليل ديال التربة والماء ويضبط التسميد ديالو على حسب الخصوبة ديال الأرض والهدف من الإنتاج. دابا نهضروا على الحشان ديال البونيكام. أكبر غلط هو تخلي البونيكام حتى يولي طويل بزاف وقاصح، فالحيوان كيفضل ديما الأوراق طرية صغيرة. فعلى حسب السقي، التربة والمنطقة ديالك، تقريبا الحشان غادي يكون
على كل 30 يوم أو لا 45 يوم. ومنين نحشو البونيكام ضروري ما نحشوش على الأرض، ولكن نخليه فيه واحد 20 سنتيمتر تقريبا أو لا 30، خصوصا مع الأصناف الطويلة، باش تبقى النبتة أوراق واحد السياطات تساعدها تعاود تنمو بسرعة. ومن بعد الحشان سوا غادي نعطيوه طري للحيوانات أو لا نعطيوه بطريقة ناشفة، يعني نخليوه بحال كيبس بحال الجبن تيولي في التكستور ديالو، أو لا بحال الفصة مثلا. ومن بعد غادي نعطيوه للحيوانات ديالنا أو ندخلوه في التخليطة ديالنا. وبطبيعة الحال في أي تغيير في العلف ديالنا من الأحسن نكونوا مداويين على المرارة وما نعطيوش هاد العلف هذا بطريقة مباشرة. الخلاصة، بونيكام ماشي نبات سحري، ولكن إلا اختارتي الصنف المناسب وضبطتي السقي ديالك والتسميد والحشان فيقدر يعطيك مصدر مستمر ومهم ديال العلف للقطيع ديالك. والنصيحة ديالي قبل ما تزرع هكتارات كبيرة جرب مساحة صغيرة، شوف واش الصنف مناسب للمناخ والتربة والماء ديالك، وعلى حساب الكلفة الحقيقية والإنتاج فهذيك الساعة غادي تفكر وتشوف واش مناسب للمنطقة ديالك وواش ممكن تغرسو ولا تزرعو على مساحة أكبر. دابا قولوا لي في التعليقات واش سبق لكم جربتيو البونيكام، كتفكروا تجربوا هذا النوع من الزراعة، وشنو الحيوان اللي باغيين تعلفوه ليه. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديال مزرعة أغريلال وتفرجوا في الفيديوهات اللي كاينين، وان شاء الله تشوفوا الفيديوهات الجديدة.